معكم حوفة إدريس، هاوي جمع النقود القديمة والبطاقات البريدية والطوابع البريدية. هذه المهنة حوالي راني فيها مدة 20 سنة. هذه المهنة هذه الهدف تاعها ماشي كيما نقولوا مادي، الهدف تاعها معنوي. مادام انت راك تخدم في هذه المهنة راك تعرف بالتراث والتاريخ والحضارة الجزائرية. الحاجة اللي راهي تمشي بزاف مع الهواة هي الطوابع البريدية والأوراق النقدية، سواء الأوراق سورتو هما كيما نقولوا احنا يحبوا الأوراق النقدية قبل الاستقلال وبعد الاستقلال. كيما ليبي كيما نقولوا حنايا 10,000 الزربية تاع الحصيرة عندنا ليبي قبل الاستقلال، كيما الصوردي كيما لي بياس تانيك قبل الاستقلال وبعد الاستقلال. عندنا الفراك 1 سنتيم، عندنا 2 سنتيم، حتى الواحد دينار. كاين ناس كيما نقولوا عاشوا في الايام اللي كانت قبل الاستقلال، عاشوا الوقت الصوردي، يقدر يشوف الصوردي. كاين ناس عاشوه شغل يقدر تفكر، عنده تاريخ فيه، عنده استوار فيه. انا كي نخرج الحي تاعي الحومه تاعي عباك نلقى شيوخ كبار، نلقى ولاد الحومه، نلقى يقولوا لي دريس انا حابين نجوا لدارك ونشوفوا لي زوبجي تاعك. عباك تلقاهم يشوفوا في ليتاب، يشوفوا في لي بياس، يشوفوا في لي بي. عباك انا ديجا كي يرتاحوا والله غير نرتاح. وحنا هذه المهنه هذه ماناش حابين تروح شغل كيما نقولوا هباء منثورا. ماذا بيا هذه المهنه تروح عند الاولادي، تروح عند الاشخاص اللي يحبوا هذه المهنه. عباك الشباب تاعنا ضاع لانه نساب اللي كاينه حاجه واسمها هوايه في جمع النقود القديمه او البطاقات البريديه، الطوابع البريديه. هذه تشغلوا وكي يخبي هادو الحوايج زعما في التامبر. عباك التامبر هذا عباك تولي عنده قيمه اول حاجه قيمه تاريخيه وقيمه ماديه، تكون قيمه كبيره. لاخاطش هذا التمبر ويخبي فيه مع الوقت راح يزداد السومه تاعو، راح يولي كيما نقولوا مع المزاد العلني راك معايا في لابياس ولا في التمبر. انا ماذا بيا شغل كيما نقولوا كيما نحب هذه الخدمه واني حاب نوصل بها لحاجه مليحه. ماذا بيا ربي يسخر لي ناس اللي باش نوصل بها لهذه المهنه هذه ونخليها كيما نقولوا الاجيال اللي ماشيه باش التراث تاعنا